ده فيديو جديد عن نسخة الام بي اللي هي فيرجن 9.74. لو جيت دخلت على الشات كده ونشوف ايه الحاجات الجديدة اللي موجودة جوه النسخة، هتلاقي هي الحاجات القديمة اللي كانت موجودة، بس النسخة اتضاف ليها التحسينات وانها بقت سريعة وكويسة، مبقتش تهنج مع اغلب الناس لانها كانت بتهنج كتير في الفترة اللي فاتت. طبعا علامة التمس عشان محدش يسأل، لو جيت ضغطت ضغطة واحدة بس على المسج كده هتلاقي علامة التمس ظهرت قدامك، وده منظر الشات قدامك عادي جدا، وده منظر البروفايل زي ما انت هتشوف دلوقتي، والدنيا تمام عادي ومفيش اي حاجه اتغيرت خالص وكل حاجه تمام. طيب لو جينا بقى نتكلم عن الواجهه من بره. الواجهه من بره بقى عندك فيها كلمه مور اللي هي فوق ديت، اول ما تضغط عليها بتظهر لك الواجهه اللي قدامك دي. اول واحده دي كده، دي اللي هي بتحافظ لك على البطاريه، اللي هو انت لو اغلب وقتك بتقضيه على الواتس دي بتحافظ لك على البطاريه. تاني واحده اللي هي الفيكس مسج، اللي هي دي بتعمل لك اصلاح للمسجات او اصلاح للواتس. لو انت عندك كميه مسجات رهيبه دي بتصلح لك الدنيا تمام. دي لو انت عايز تغير اللون عادي، وديت لو انت عاوز تغير او تلغي اخفاء الظهور. ودي طبعا وضع الطيران، وديت طبعا لو انت حابب ان انت تخفي شات ولا حاجه. ودي السمات طبعا اللي هو الابيض والفاتح، واللي تحت دول كلنا عارفينهم اكيد. طيب لو جينا بقى نشوف الحاجه اللي بعد كده، عندك علامه الشخصين اللي واقفين دول، لو انت جيت تدوس عليهم بتفصل لك الجروبات عن الشتات، لو جيت دوست تاني بترجع لك كله ورا بعض. عندك البتاعه دي بقى لو انت دوست عليها مش هتحصل اي حاجه. ليه بقى؟ لان العلامه دي بالذات دي بتجيب لك كل الشتات اللي انت ما ردتش عليها، او كل المسجات اللي جات لك وانت ما ردتش. لو جينا بقى نشوف علامه القلم اللي هي فوق على اليمين ديت، وجينا ندوس بقى عليها كده، هتفتح لك الواجهه ديت اللي انت ممكن تكلم من خلالها رقم ما انتش مسجله وحاجات تانية كتير جدا. نيجي بقى نبص على الاعدادات كده ونحاول ان احنا نشوف الاعدادات بقى في النسخه دي بتقول ايه. لو احنا جينا في الاول خالص كده دوسنا على كلمه الانفو اللي هي تحت في النسخه وضغطنا عليها، هتلاقيه دخلك على الواجهه اللي انت شايفها قدامك. الواجهه دي منها هتعرف الباكج اللي عندك ده فيرجن كام 9.74، واسم الباكج اللي عندك برضو اسمه ايه، كوم دوت ام بي ولا كوم دوت واتساب. والحاجات دي كلها بتفرق طبعا، لان انت لما بتيجي تنزل، لما يكون مثلا معاك حزمه بكوم دوت ام بي ورحت تنزل حزمه بكوم دوت واتساب، دي هتنزل جنب دي، مش هينزلوا الاتنين فوق بعض، لان ده بيبقى تحديث، لازم تنزل اللي شبه اللي عندك. طيب خلصنا بقى من النقطه ديت. لو انت جيت فتحت البيجايه اللي قدامك دي وطلعت فوق بس السنه، تظهر لك حاجه اسمها السيتنج اللي هي الاعدادات اللي فوق دي. بمجرد ما تدوس عليها بس كده تفتح لك القائمه اللي انت شايف. من القائمه دي احنا عايزين نعمل حاجه مهمه جدا، اللي هي نظبط اللغه بتاعه النسخه. نظبط اللغه ازاي؟ عندك كلمه اسمها اب لانجوج، بمجرد ما انت بتدوس عليها بتظهر لك كل اللغات اللي موجوده جوه النسخه اللي منضافه كلها. بتختار انت اللغه اللي هي الانجليش العاديه او العربي او اللي انت عايزه كله، بس احنا بنبقى بنختار الانجليش بحيث ان هي بتسهل لنا حركه النطق. بنختارها من هنا كده وبنطلع بقى بره خالص، وبعد كده بقى بنجيب الام بي اللي هي فوق دي وبنضغط عليها تفتح لنا قائمه اعدادات. هنجيب اذر سيتنج وبعد كده نروح جايين دايسين عليها، هتتفتح لك قائمه اللي هي فيها اف ام مود. بمجرد ما تدوس على الاف ام مود هتجيب عند الاب لانجوج اللي هي اول واحده فوق دي، بتدوس عليها برضو بتختار الانجليش، يبقى انت كده فعلت اللغه في النسخه كلها والدنيا بقت تمام. طيب الحاجه المهمه اللي بعد كده اللي هي نقطه الاشعارات. لو انت جيت برضو فتحت الام بي اللي هي ديت، لحظه واحده، اللي هي ديت لو انت جيت ضغطت عليها بالشكل ده كده هتتفتح لك الواجهه اللي انت شايفها قدامك دي. لو انت جيت مثلا على كلمه نوتيفاي اللي هي ديت، دي كلمه الاشعارات يعني. لو انت حابب ان انت تظهر الاشعارات كلها او لا، انت ممكن لو انت جيت دوست على العلامه دي مفيش اي اشعار واحد هيجيلك جوه النسخه. يعني لو حد دخل شاتك وشاف المسج مش هيجيلك اشعار، لو حد شاف الستوري بتاعك مش هيجيلك اشعار، وهكذا بقى. اي حد مثلا اونلاين زي ما انت شايف كده برضو مش هيجيلك اشعار. لو انت عملت كده مش هيجيلك اي اشعار في النسخه النهائي. لكن لو انت فعلت عادي كده دوست عليها تاني، خلاص الاشعارات كلها هتفضل توصل. ولو انت عاوز تلغي اشعار معين بتلغيه عادي بقى، من تختار الاشعار اللي انت عاوز تقفله وبتروح تقفله عادي مفيش مشكله. بالنسبه بقى للسمات، فانا عامل فيديو اصلا للسمات. لو انت حابب ان انت تركب سيم ولا حاجه بتدوس علامه الزائد من هنا، وانا عندي قناه تحت للسمات بنزل فيها سمات وخطوط وحاجات من ديت، فانت بتبدا ان انت تدخلها وبتحمل اي سيم بيعجبك وبتركبه على النسخه، والوضع بيبقى بسيط جدا. بعد كده بقى عندك البرايفسي والشغل ده. لو انت مثلا حابب تخفي الظهور، حابب ان انت تخفي ان انت شفت الستوري، المسجات ما تمسحش، كل ده كلام احنا عارفينه طبعا. الهوم سكرين طبعا غني عن التعريف، مش محتاجين ان احنا نتكلم فيه او نقول فيه اي حاجه. هو على ما اعتقد يعني احنا كده يعتبر يعني قلنا كل الحاجات المهمه اللي بتبقى موجوده جوه النسخه. وحاجه كمان بس كنت حابب ان انا اقولها، اللي هي التخزين. لما تيجي تدوس على البتاعه ديت بتتفتح لك الثلاث واجهات اللي انت شايفهم دول، او الثلاث اختيارات اللي انت شايفهم دول. لازم أن تخلي كل واحده فيهم نو ميديا، يعني ما تخليش اي واحده فيهم متفعله زي ما انت شايف، لا تلغي كده وتقول له اوكي.
لازم تخلي كلمه هنا نو ميديا نو ميديا نو ميديا، وده السبب انا هبقى اقول لكم عليه بعدين، بس زياده امان ليكم انتوا علشان محدش يأذيكوا بحاجه تانية، فديت كزياده امان يعني. وبس كده انا يعتبر احنا اتكلمنا في كل حاجه موجوده في النسخه، مفيش حاجه تانية ان احنا نقولها. طبعا رابط النسخه انا هسيبه لكم في وسط الفيديو، والملف هيبقى موجود في قناه التليجرام. وبس كده، سلام.